الكون مليان أسرار. وعلم الفلك بحر ملوش قرار. أهلا بيكم، أنا رشا سامي وأنا أمال أحمد وبرنامجكم غواص في بحر الفلك. كنا اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن البرج القمري وقد إيه تأثيره قوي على صفات الشخص، وقسمنا الأبراج حسب العناصر. واتكلمنا عن البرج القمري في الأبراج النارية والأبراج الترابية والأبراج الهوائية، والنهاردة معادنا مع آخر عنصر وهي الأبراج المائية. وطبعا كلنا عارفين مين هي الأبراج المائية، هي السرطان، العقرب، والحوت. وعلى فكرة القمر بيأثر على العنصر المائي أقوى تأثير عن باقي العناصر، لأن طبيعته أصلا مائية، يعني القمر أصلا عنصره مائي. ايه ده بقى؟ هي الكواكب كمان ليها عناصر؟ دي معلومة جديدة لنجة عليا، ما سمعتهاش قبل كده. طبعا، وهكلمكم عن الموضوع ده إن شاء الله في الحلقات الجاية. هنبتدي ببيت القمر الرئيسي برج السرطان، لأن الكوكب الحاكم له هو القمر. أيوة بالظبط، تأثيره على كل الأبراج كوم، والسرطان كوم تاني، لأن السرطان بيتأثر بالقمر لأعلى درجة ممكنة. يا ريت توضح لنا أكتر. لأن السرطان كوكبه الحاكم القمر، ده بيخليه متأثر أكتر من أي برج تاني لما القمر يكون عنده. يعني مثلا العاطفة بتزيد قوي، والحساسية بتزيد عن أي وقت تاني. على كده بقى اللي عندهم قمر السرطان دول بيبقى كل صفات البرج عندهم بحذافيرها زي الكتاب ما بيقول. بالظبط كده، ده حد مشاعره عميقة جدا وهيمان بزيادة، شخص درامي بامتياز، حساس وقماص بدرجة تغيظ، حنين ومسهوك على الآخر. أنا أسمع كمان إن الحنية دي بتخلي غريزة الأمومة والأبوة قوية جدا، وبتخليهم يعشقوا ولادهم ويبقوا أهم حد في حياتهم. بيقدسوا العيلة قوي وممكن يضحوا بحياتهم عشانها، وكمان عندهم انتماء وطني رهيب، بيتعلقوا بالأماكن جدا. وكمان شاطرين في الطبخ قوي، ونفسهم حلو في الأكل، وخصوصا المأكولات البحرية. ذاكرتهم فولاذية، وما بينسوش بسهولة، تعلقهم مرضي بالأشخاص القريبين منهم. ندخل بقى على الوحش الكاسر بتاع الأبراج كلها، أبو لدغة جنان. طبعا طالما قلتي لدغة يبقى برج العقرب أكيد. اللي عنده قمر العقرب يبقى شخص غير سهل بالمرة، عينيه ثاقبة زي الصقر، بيعرف يكشف المستخبي، وفي نفس الوقت محدش يعرف يفهمه أو يتوقع رد فعله. غموضه بيرشحه للشغل في المباحث والمخابرات، لأنها أقرب حاجة لشخصية العقرب. ما بيخافش من حاجة، وما بيعرفش يسامح، قلبه قاسي، وخصوصا لما يتأذي ما بيرحمش اللي ظلمه، ولازم ياخد طاره. عنده الحاسة السادسة، وعامل زي جهاز كشف الكذب، بيعرف يكشف الكذابين، وسهل عليه يدخل جوه شخصية الناس ويحللهم كويس قوي. بيحب الرعب والغيبيات، باختصار هو شخص مرعب بكل المقاييس، يعني من الآخر كده هولاكو الأبراج. جه دور قمر الحوت، وهو حنين وهيمان وسارح في الملكوت، بيحب يساعد الناس الضعيفة والغلبانة، وبيحب التمثيل والموسيقى. باختصار هو موسيقار الأبراج. كسول قوي، ما بيحبش يتحرك من مكانه، بيعشق النوم وبينام ساعات طويلة جدا، بيهرب من المواجهة والنزاعات والصراعات. الأطفال بتحبه قوي عشان هو جواه طفل مستخبي، وأفعاله الطفولية قوي وبريئة خالص. بيحب الأكل زي عينيه، وعنده قابلية للسمنة عشان ما بيتحركش طبعا، وعلشان بياكل كتير. بيخاف جدا من الرفض، وبيترعب من حاجة اسمها الفراق. كده احنا خلصنا كلام عن القمر في الأبراج المائية، والمرة الجاية هنتكلم عن عطارد ملك العقل والتواصل. استنونا الحلقة الجاية، هتوحشونا.